مرجوج وجبوت وجريش، وتجربتنا النهارده كويتيه من عند مطعم جوايم. ومطعم جوايم ده مطبخ مركزي وبيوصل لكل مكان في الكويت، وتقدروا تطلبوا منه في اي وقت. وانا قلت اسخن كده بالفتوش قبل ما ندخل في التقيل، وخليني الاول اصور لكم المنيو عشان تشوفوا الاسعار وتحفظوا الفيديو عندكم. وبالنسبه لمصادر اللحوم فهم بيستخدموا لحم عربي طازج، والدجاج دجاج اليوم. ويلا بينا على الريفيو. اول حاجه بدات بيها الجبوت والمرجوج، بجد الاكل تحس ان هو معمول في بيت مش في مطعم، والتسبيكه بتاعه الاكل عالميه. وكمان الجريش عاملينه مظبوط وطعمه جامد ومش هتقدر توقف. ونخش بقى في المحشي اللي ريحته قلبت المكان. والرز كان مستوي، واحلى حاجه ان تتبيله المحشي ما كانش فيها تأليف. ولحد دلوقتي اللي فات ده كله احنا هنعتبره سناك. وخلينا ندخل في التقيل ونبدا ببرياني الدجاج. والرز كان نثري، والرز اللي بيستخدموه اصلا جودته عاليه. وبجد اكتر حاجه عجباني عند جوايم ان هم بيعملوا الحاجه على اصولها مش بيألفوا، والتسويه والملح عندهم مظبوطين. وخلينا بقى ندخل في الدجاج المحشي. والدجاج كان لحم ابيض وما فيهوش اي زفار، والحشوه اللي عاملينها جوه الدجاجه تتاكل لوحدها. وبالنسبه للعيوش بشكل عام عندهم